مش دي شقة شكري بيه برضو؟ ايوه يا هانم، يلزم خدمة. انتي الست بتاعته؟ انا صفية مراته. ما شاء الله. لونه، وشك جميل، شعرك طويل، عينيكي سودة واسعة، عودك سرح. حضرتك تبقي مين؟ والدته. اهلا وسهلا، اهلا. اتفضلي يا اعتماد هانم، اتفضلي. انت عارفة اسمي كمان اهو. شكري كلمني عن حضرتك كتير. بتقولي اسمه كده من غير حاجة؟ حاجة زي ايه؟ تقولي شكري بيه. كنت بناديه كده قبل جوازنا، وتفضلي تناديه كده دلوقتي كمان. مفيش تكليف بين الراجل والست بتاعته. ده اذا كانت من وسطه. انت جاية علشان تهينيني بالكلام ده؟ انا جاية لابني، انا مش جاية لك. هو فين؟ عن اذنك لما ادخل اصحيه. انا سمعت وصحيت يا صفية. اهلا يا ماما. ايه خلاص ما بقيتش اهمك علشان تسأل عني؟ ازاي يا ماما؟ اتفضلي اقعدي. واقفة ليه؟ انا ما اقعدش في مكان مش راضية عنه. ارجوك يا ماما، ارجوك تهدي شوية. انا مش ههدى الا لما ترجع الفيلا بتاعتك. اذا كان ده يرضيكي، الليلة انا وصفية نكون عندك. انت اللي هترجع بيتك لوحدك. ليه بس كده يا ماما؟ ايه صعبت عليك قوي لما عيطت؟ يا ماما ما يصحش تجرحي شعورها بالطريقة دي. ما يهمنيش، بس دي مراتي يا امي. طلقها وتعالى جوزك اللي تليق بيك وتشرفك. الموضوع ده احنا انتهينا منه من زمان يا ماما. ما فيش حاجة انتهت، المهزلة دي هي اللي لازم تنتهي. عن اذنك يا شكري بيه، انا خارجة. هي صفية لابسة ورايحة على فين؟ رايحة لماما قبل الهانم والدتك ما تطردني. اهلا وسهلا. اتفضل القهوه يا شكري يا ابني. متشكر. هي صفية فين يا نينا؟ صفيه قاعده في اوضتها جوه يا حبيبتي. انتي مش قلت لها ان انا هنا؟ ايوه يا ابني، حاولت معاها عشان تخرج بس هي مش عايزه. يعني رافضة تقابلني؟ بتقولي ان مامتك هانتها وانت ما دافعتش عنها خالص. طب تسمحي لي انا ادخل لها؟ طبعا يا ابني تقدر تدخل لها. ايه يا صفية، مش عايزة تقابليني ليه؟ قلت لك من الاول ان انا منفعتش. الموضوع ده انتهى واتجوزنا خلاص. انخدعت بكلامك، صدقت انك بتحبني. ايه اللي بان لك مني عشان تقولي الكلام ده؟ ظهرت على حقيقتك لما طلبت مني اتخلص من الجنين. يا صفية انا ما فكرتش يكون لي ولاد دلوقتي. وليه تحرمني من الاحساس بالامومه؟ احنا ما اتفقناش على كده. بس انا من حقي يبقى لي طفل. دي حاجات نبقى نفكر فيها بعدين. ده دليل كافي على انك ما بتحبنيش. لو كان ده صحيح انا ما كنتش جيت عشان اصالحك. ومين قالك ان هقبل الصلح؟ ها؟ قصدك ايه؟ انت جاي تصالحني علشان اتخلص من الجنين. هو ده بقى اللي غيرك من جهتي؟ احب اطمنك ان انا نويت انفذ لك طلبك بعد ما كنت رافضاه. يبقى احنا بكده ما اختلفناش. انا مش برتكب جريمه زي دي علشان ارضيك. كرهتيني يعني؟ هي دي الحقيقه، ومش عاوزه يكون بينا طفل يربطنا ببعض. صفية حافظي على كلامك ولا تغلطيش يا صفية. ليه ما قلتش كده لمامتك لما غلطت فيا قدامك؟ ايه اللي دخل كلام ماما في اللي بتقوليه دلوقتي؟ انا مش هنسى اهانتها ليا طول حياتي. طيب بلاش العصبية دي دلوقتي، قومي البسي علشان نروح. ما تفتكرش ان ده هيحصل، وارجوك بقى طلقني. انت بتقولي ايه؟ انت اتجننتي بدون شك. هبقى مجنونه لو اعيش معاك لحظه واحده بعد كده. ما تتسرعيش وسيبيني اتفاهم مع شكري يا صفية. انا فقدت الامان معاه يا دكتور سامي. مش جايز بعد طلبك الانفصال عنه تندمي؟ انا اتخلصت من الجنين علشان كده. ايه؟ وازاي عملتي العملية البشعة دي؟ واحدة من جيراني دلتني على حكيمة بتعمل العمليات دي. ما خفتيش من النتيجة السيئة اللي بعدها؟ بعد اللي حصل نسيت كل حاجة. لا 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 لا، حتى نفسي. ما كانش لازم تعملي العملة دي ابدا. اختصرت الطريق اللي انا مشيته غلط. كان متهيألي انك فهمتي شكري وحبيتيه. احتقار مامته ليا وسكوته نور لي الطريق وخلاني اكرهه. ايوه بس هو ما وجهلكيش اي كلمة. لو باقي عليا
كان فرح لما قلت له ان انا حامل، ولا كانش زعل. انصحك تصبري يا صفية وما تطلبيش الطلاق. مش هستنى لحد ما يقولها لي هو. وليه تفكيرك يوصل للحد ده؟ اللي شفته من مامته انها مش هتسكت. يعني ايه الكلام ده؟ يعني حضرتك تكمل جميلك وترجعني للشغل في المستشفى. انت ما بتردش عليا ليه يا شكري؟ ايه اللي عاوزة تعرفيه يا امي؟ عايز اعرف عملت ايه مع البنت بتاعتك دي. ارجوكي يا امي، انا مش عاوز اسمع عنها اي حاجة. اذا كنت سكت على اللي عملته فيك انا مش هسكت. انا مش شايفها عملت حاجة. ازاي تتآمر عليك وتطردك من شقتها؟ غضبانة من اللي عملناه فيها. هي ما تستحقش غير كده. يا امي انا اللي جريت وراها من الاول. يعني ما كنتش لاقي زيها لما تنخدع بسواد عينيها؟ انت اصلك كرهتيها، بس ما تقدريش تنكري انها جميلة. ايه يعني جميلة شكلا؟ زي المبنى الجميل اللي ملوش اساس. الخلاصة انها عجبتني واتجوزتها. شكري، انت نسيت ابوك يبقى مين؟ عارف يا امي، عارف ان انا ابن راجل غني، وانت كمان. يبقى لما تيجي تتجوز تدور على النسب. ان شاء الله لما ابقى انوي. لا، ما هو ده بقى اللي لازم يحصل اليومين دول. وان ما حصلش هيجرى ايه؟ مش هعرفك طول عمري. الاول يا امي انتهي من مشكلتي مع صفية، وبعدين نبقى نتكلم فيها. انا مش عاوز اسمع منك كلمة بعدين دي. امال يعني عاوزاني اتجوز عليها؟ طلقها. إيه؟ ارجع للفيلا بتاعتك. انا سبت الشقة ورجعت خلاص من النهاردة. مادام كده يبقى خلاص، مش ناقصك غير واحدة تليق بمقامك زي هالة. انا مش ضعيف علشان سمعت كلام ماما يا سامي. انت متأكد من اللي بتقوله ده يا شكري؟ وعرفت ان انا اتسرعت لما اتجوزت صفية. يعني كدبت عليا لما قلت لي انك بتحبها. انا ما انكرش ان جمالها شدني ليها في الاول. والجمال ده مش ميزة ونعمة كبيرة برضو؟ والله يا سامي جمال الشكل مش كفاية علشان نبني أسرة. انت راجل ناضج وفاهم كده من الاول. اي تصرف سريع ما بيخليش الواحد يفكر كويس. وما فكرتش كويس الا بعد تدخل اعتماد هانم. ماما ملهاش دعوة باللي حصل. الحمل بتاع صفية هو اللي فوقني. من حقها تبقى ام وتشعر بأمومتها. وجود طفل معناه ان في عضو جديد هيدخل العيلة. لا، ده شيء يملى حياتك بهجة ويفرحك. لو كانت الام في مستوى العيلة كان ممكن افرح. يعني نيتك مش سليمة من الاول يا شكري. انا اتفقت معاها ما نخلفش. هي كمان كانت عايشة معاك وخايفة من الغدر. انت عارف كويس يا سامي ان الغدر مش من طبعي. يجوز اللي عملته في صفية له اسم تاني عندك. والله انا ما كانش قدامي غير كده علشان اقدر اصلح الغلط. لا 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 لا، انا اسف اقول لك انك مش شكري اللي اعرفه طول عمري. يا سامي بتنكرني علشان خاطرها؟ ما تنساش انك ظلمتها وقسيت عليها لما طلقتها. مساء الخير يا ماما. ايه اللي اخرك لحد دلوقتي يا صفية؟ زميلتي في المستشفى تعبت وانا اخدت مكانها. ما لقوش حد غيرك يعني ياخد مطرحها؟ يا ماما انا اللي طلبت علشان يسمحوا لها تروح. ربنا يديلك على قد قلبك يا بنتي. مالك يا ماما؟ صوتك متغير وعينيكي حمرا كده. دلوقتي حالا هروق وابقى كويسه. مالك؟ انت كنتي بتعيطي؟ بعيط على البخت المايل. حد زعلك وانا في المستشفى؟ في واحد عسكري سلمني الورقه دي. ده اللي زعلك وخلاكي تعملي في نفسك كده؟ هي دي حاجه سهله يا صفيه؟ انا بستنى ورقه الطلاق دي من زمان. الله يجازي اللي كان السبب. شكري كان عنده استعداد من الاول وانا كنت مخدوعه فيه. لولا اعتماد هانم، لولاها ما كانش ده حصل. محدش بيغصب غيره على حاجه هو مش راضي عنها. كان بيحبك وعشان كده اتجوزك. حبه لنفسه هو اللي خلاه يتقدم لي. حبه لنفسه يعني ايه؟ كان فاكرني لقمه طريه وما لقاش مني مجاوبه. اشمعنى ما قلتش الكلام ده الا الايام دي؟ ما فهمتش حقيقته الا بعدين. مين عارف يا بنتي، يمكن عقله يرجع له تاني. اذا كنتي بتصبريني بالكلام ده انا مش زعلانه. مش بعيد يا صفية انه يعرف غلطته ويردك يا بنتي. شكري خطب ومفيش في دماغه اللي انتي بتفكري فيه ده خالص. بتقولي خطب؟ مين قالك انه خطب؟ الدكتور سامي حكالي كل حاجة.
وعرفتي منه مين اللي هيتجوزها؟ هالة بنت خاله. مبروك يا هالة، ألف مبروك اللي جيتي تعمري البيت. البيت منور بأصحابه يا عمتي. ده اليوم اللي أنا كنت بحلم بيه من زمان. متشكرة على عواطفك الحلوة دي. طول عمري وأنا مختاراكي لشكري. الحمد لله أديني نلت المرام. يا ريت يكون بيحبني هو كمان زيك كده. ليه؟ شفتي منه حاجة تخليكي تشكي في حبه؟ خايفة يكون لسه متعلق بصفية. ايه ده؟ انتي لسه فاكرة انه كان بيحبها؟ لولا كده ما كانش اتجوزها. لا لو كان صحيح ما كانش طلقها يا حبيبتي. امال اتجوزها ازاي من غير ما يقول لحد؟ مؤكد هي اللي لعبت عليه لعبة لخبطته وخلته اتجوزها. مش معقول ما يكونش شجعها هو كمان. ما كانش فاضي الا لشغله لحد ما قابلته وجريت وراه. هيعمل ايه؟ يعني اللي بيقولوه عنه وعنها مش صحيح؟ لا سيب اللي يقول وخدي بالك منه انتي. ربنا يقدرني يا عمتي واقدر اسعده. محدش هيقدر يساعده غيرك انتي يا حبيبتي يا بنت الاصول. يا ريت اقدر اخليه يحس الاحساس ده. كفايه رقتك وحنيتك اللي ما فيش زيها. مش يمكن انتي اللي شايفاني بالصورة دي يا عمتي؟ معقول يا هلولة؟ هو مهما لف ودور هيلاقي زيك فين؟ أتمنى تكون سهرة الليلة عجبتك يا هالة. مادام انت معايا كل حاجة تعجبني يا شكري. وأكد انبسطت من المسرحية. وايه اللي يخليك متأكد كده؟ أنا كنت شايفك مش قادرة تحوشي نفسك عن الضحك وأنت بتتفرجي. أصل المسرحية كانت فكاهية ومسلية جدا. على كل حال أنا اخترتها علشان تضحكي وتتبسطي. انت شفتها قبل كده؟ كتير من اللي بيتعاملوا معايا حكولي عنها. أحسن كتير من اللي شفناها المرة اللي فاتت، كانت كلها نكد. وما دمنا بنحب المسرح يبقى لازم نتفرج على اللي بيضحك واللي ما بيضحكش. يا ريت كانت ما بتضحكش وبس.